فنانة اتميزت بجمالها وأناقتها. طموحها كانت إنها تبقى إعلامية ناجحة وإنها توصل للعالمية، لكنها أصبحت من أبرز الممثلات الشابات في الساحة الفنية. الفنانة ياسمين صبري، بالإضافة لموهبتها اللي ظهرت في تجسيد عدة شخصيات تلفزيونية وسينمائية، ساعدها جمالها إن يتم تصنيفها ضمن أجمل 100 امرأة في العالم لسنة 2017. وتعتبر ياسمين صبري شخصية متعددة المواهب، بالإضافة لتألقها في مجال الفن والتمثيل. هي كمان رياضية على مستوى عالي وبتعشق السباحة، وحصلت على ميداليات ذهبية وفازت في بطولة الجمهورية المصرية للسباحة. اتولدت في 21 يناير سنة 1987 بمدينة الإسكندرية، ونشأت في عيلة ثرية ومشهورة. والدها الطبيب المصري محمود، ووالدتها مهندسة ديكور، وليها أخ وأخت أصغر منها سنا. درست في مدارس الإسكندرية، وبعد انتهاء المرحلة الثانوية كانت بتحلم إنها تبقى مذيعة مشهورة، ودخلت كلية الإعلام في جامعة الإسكندرية وتخصصت بقسم الصحافة والعلاقات العامة. واتجوزت من أحد أهم الأطباء في الإسكندرية، وكان أكبر منها في السن، وجوازهم ما استمرش وانفصلوا عن بعض. والمرة التانية اتجوزت من رجل الأعمال المشهور أحمد أبو هشيمة، وجوازهم ما استمرش وانفصلوا. والفنانة ياسمين صبري عملت ضجة كبيرة بسبب جمالها وجاذبيتها، أدت في النهاية لتصنيفها ضمن أجمل 100 امرأة في العالم. وبدأت ياسمين صبري مسيرتها المهنية كمراسلة في قناة الحياة، وبعد فترة حست إن العمل ده مش هيساعدها في الوصول لحلمها بالشهرة، فتركت قناة الحياة واتجهت علشان تشارك في مسابقة ملكة جمال مصر، واللي تم إلغائها بسبب عدم وجود ممولين ليها. ورغم عدم إلغاء المسابقة إلا إنها ساعدتها علشان تبقى معروفة لشركات الإعلانات، وتلقت عرض من إحدى الشركات دي علشان تشتغل معاها كعارضة. في البداية كانت رافضة للفكرة بسبب الأخبار المتناقضة عن سوء المعاملة في المجال ده، إلا في النهاية قررت إنها تدخل عالم الإعلانات. واستمرت ياسمين صبري بالعمل في المجال ده لفترة محدودة، وبعد كده حصلت على فرصتها الأولى في التمثيل لما رشحت للمشاركة في برنامج خطوات الشيطان. وبعد انتهائها من تصوير البرنامج رجعت للإسكندرية، لكن اتطلب منها إنها ترجع مرة تانية علشان تقابل الفنان محمود عبد العزيز، واللي استقبلها بطريقة لطيفة جدا. بعد لقائها الأول بيه أعجب بيها ورشحها علشان تشاركه في مسلسل جبل الحلال، وبالفعل حصلت على دور بنته في المسلسل، واللي اتعرض في 2014. وكان ده أول عمل درامي ليها، وحققت فيه نجاح ملفت وأثارت ضجة في الصحافة والإعلام علشان كانت من أجمل الوجوه الجديدة في الوسط الفني. أما في سنة 2015 شاركت في المسلسل الدرامي طريقي مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وباسل الخياط، وأدت فيه دور ثانوي بشخصية نادية. وفي نفس السنة اشتغلت مع المخرج محمد حمدي في مسلسل شطرنج اللي كان من بطولة الممثلة وفاء عامر. في سنة 2016 دخلت عالم السينما وشاركت لأول مرة في فيلم كوميدي بعنوان جحيم في الهند، ظهرت بدور البطولة مع الممثل محمد عادل إمام، وكان الفيلم ناجح وحقق نسبة مشاهدة عالية وإيرادات تجاوزت 2 مليون جنيه. ولعبت دور ثانوي في المسلسل الدرامي الأسطورة مع الفنان محمد رمضان. أما في 2017 كان ليها مشاركة متميزة في مسلسل الحصان الأسود بدور أساسي، مثلت فيه شخصية حسناء زوجة بطل المسلسل أحمد السقا. وبعدها بسنة اشتغلت مرة تانية مع الفنان محمد عادل إمام في الفيلم الكوميدي ليلة هنا وسرور، وكان ليها دور البطولة. وفي فيلم الإثارة والتشويق الديزل اتقسمت ياسمين البطولة مع الممثل محمد رمضان، ولعبت دور نجمة سينمائية مشهورة. وشاركت ياسمين صبري في مسلسل حكايتي سنة 2019 وفي مسلسل فرصة تانية سنة 2020.